ما يعلن جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية. المحترفين وحتى اللاعبين المحليين أو حتى أفضل حارس مرمى في أفريقيا داخل القارة وخارج القارة، من بعد ما كان مرشحين 10 لاعيبة داخل خارج القارة اللي هو أفضل 10 في القارة، استبعد واحد زي سيمبون اللي كان عليها اللغط، وهو بصراحة اللي كان المستحق أو كانت المفاجأة اللي كانت الناس كلها مستبعداها إن واحد زي سيمبونو يستبعد من أفضل لاعب في أفريقيا، ويخش واحد زي محمد صلاح، واحد زي ياسمين، وواحد تاني زي أشرف حكيمي اللي هو زميله في المنتخب. ولكن الغريب في الأمر هو استبعاد واحد زي سيمبونو اللي مع الدوري الأسباني في إشبيلية بيلعب ومحقق دوري زي بطولة الدوري الأوروبي، ومحقق إنجاز تاريخي أول مرة يحصل، سواء كان فريق عربي أو حتى منتخب أفريقي، اللي هو وصول المربع الذهبي في كأس العالم. ولكن ما كانش مثلا لاعب بديل أو ما كانش لاعب مؤثر، لا هو كان حارس مرمى المنتخب الأول، وكان الحارس الأول في المنتخب، وكان تصدى أكتر من كورة وأكتر من مباراة، عمل أكتر مباراة حلوة في بطولة كأس العالم ككل. ولكن حتى على الصعيد الدوري الاوروبي اللي خده اشبيليا، كان من العناصر المؤثره في البطوله، وكان من العناصر الاساسيه في البطوله، وكان من افضل اللعيبه حتى على صعيد النهائي اللي اتلعب في الدوري الاوروبي، كان من اللعيبه المؤثره. ولكن لما تيجي تبص من ناحيه تاني، ان مثلا واحد زي ياسين بونو لو دخل في افضل لاعب فهو كده حسم افضل حارس. ولكن هم لما حشوه من افضل لاعب في القاره، فهم كده حطوا له الجائزه اللي هي ممكن واكتر واحد اقرب لها من من اندري اونانا بتاع مانشستر يونايتد وحارس الكاميرون، او حتى محمد الشناوي حارس النادي الاهلي ومنتخب مصر. ولكن هو اللاعب الاقرب لحصد الجائزه هو افضل حارس في افريقيا بلا منازع. ولكن لما تيجي تبص على الناس المرشحه، واحد زي فيكتور اوسيمين اللي عمل موسم مع نادي نابولي الايطالي، موسم كان خرافي بالنسبه لاي حد، اللي هو مسجل 26 هدف داخل الدوري، ومسجل 5 اهداف في بطوله الدوري الابطال ككل، يعني في موسم 2023 2004 2022 2023 مسجل 31 هدف من ضمن الدوري وموسم ودوري الابطال. وكان يعني برضه تحقيقه لبطوله الدوري الايطالي بعد غياب أكتر من 30 سنة، فده كان إنجاز يحسب له، وكان لازم يخش في أفضل 3. أما على الناحية التانية، واحد زي محمد صلاح اللي ممكن تكون مساهم في 44 هدف ككل، مسجل 27 هدف ومصنع 17 هدف في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكل البطولات اللي شارك فيها مع نادي ليفربول. وده كان كفيل ان هو يدخله كافضل لاعب في افريقيا، او كافضل ينافس على افضل لاعب في افريقيا بين 3. وده يرجعنا لواحد زي اشرف حكيمي ممكن يكون الموسم اللي اداه مع باريس سان جيرمان مش اللي هو، ولكن لو هتبص على مثلا مع بطوله دوري الابطال كاس العالم اللي شارك فيها ووصل للنهائي مع زميله وصل لنص النهائي مع زميله ياسين بونو، هو اللي ممكن يكون على اللغط شويه، اللي خلى واحد زي مثلا ياسين بونو يطلع، واحد زي اشرف حكيمي يخش، هو ده كان الضغط. لان اشرف حكيمي ارقامه ما كانتش اللي هي مع باريس سان جيرمان، ارقامه ما كانتش اللي هي مع منتخب بلاده المغرب في كاس العالم، ما كانش الاكثر بروزا من ياسين بونو، او ما كانش الاكثر بروزا مثلا واحد زي سفيان مرابط. يعني لو واحد زي سفيان مرابط دخل في البطوله ما كنتش اعترض، لان سفيان مرابط كان من اهم العوامل الاساسيه في المنظومه الدفاعيه لفريق منتخب المغرب. اما عاد الناحيه الثانيه، لما تبص عليها في ناحيه النادي، لا النادي ما اداش مفيش بطولة كبيرة خدها، حتى الدوري الأبطال خارج بدري. الدوري الفرنسي مش الدوري القوي اللي ممكن تقول عليه كان وماني، حتى على صعيد الاسيستات وصعيد الأهداف ما صنعش غير 5 أهداف وسجل 3 أهداف في بطولة ممكن تكون مش الأقوى وسط الدوريات ال5 الأوروبية. ولكن لما تيجي تبص على الإحصائيات بتاعته، لا ما تأهلوش إنه يلعب. يعني مثلا كان ممكن واحد أحق إن هو يوصل بين ال3 دول، واحد زي مثلا رياض محرز اللي ممكن يكون في ناس بتقول عليه انه ما كانش بيلعب اساسي في طول البطوله، سواء الدوري الانجليزي او حتى الكاس او دوري الابطال او حتى الكاس الاتحاد. ولكن في بعض المباريات لما كان بينزل، او في معظم المباريات لما كان بينزل، كان ليه بصمه وكان ليه صناعه وكان ليه تاثير في الملعب، سواء على ناحيه الصناعه وحتى على ناحيه الاهداف. ولكن الغريب في الامر هو استبعاد بعض اللعيبه، حتى مثلا بعيدا عن ياسين بونا وبعيدا عن اللعيبه ديت، في لعيبه كانت ممكن عادي استبعادها كان عادي، وهو يعني مش مفاجئ، زي واحد زي ساديو ماني اللي ما عملش اي حاجه مع البايرن او حتى مع النصر السعودي لما راح.
ففي مفاجآت حصلت هي مش مفاجأة بالنسبة لنا، هو كان الأمر المعتاد أو كان الأمر الطبيعي. أما عاد عن ناحية ياسين بونو، فهو ياسين بونو هيستحق جائزة أفضل حارس في القارة بلا منازع، وهياخدها وهيكسبها، وهو الوحيد اللي ممكن تقول هو لازم ياخدها. بعيدا عن كده فهي تبقى بالنسبة لي كويسة، وبالنسبة لي واحد بشجع كورة هتبقى لعب، لأنه عامل أرقام مع نادي إشبيلية، عامل أرقام مع المنتخب المغرب حتى البطولات، على تحقيق الأداء الفردي، عامل الأداء الفردي كحارس، وحتى على الأداء الجماعي كمكسب للبطولات، أو حتى موصول للمربع الذهبي في كأس العالم.